السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض نجريسكو، قطع فراخ ومكرونة غرقانين في صوص البشاميل والجبن السايحة، حاجة كده آخر دلع، وانتوا بتاكلوها تحسوا انها بتدوب في بقكم. لو انتوا من عشاق الأكلات اللي بتبقى دايبة وسايحة في بعضها زيي، تابعوا معايا الفيديو ده. هقول لكم كمان ازاي الجبن تطلع سايحة ومتنشفش معانا في الفرن ويبقى لونها ذهبي كده. أنا كارلا ودي قناتي كارلا في المطبخ. لو أول مرة تشوفوني، لو عجبتكم القناة دوسوا اشتراك ولايك. أول حاجة هنجهزها هي الفراخ. معايا نص كيلو صدور فراخ مقطعاها أجزاء رفيعة كده صغيرة، التقطيعة بتاعت الشاورما. أغسلها بقى كويس وانقعها في خل وملح وليمون. الخطوة دي مهمة جدا في أي فراخ بنعملها، بتفرق جدا في الطعم وبتشيل الزفارة بتاعت الفراخ. اجي بقى في حلة على البوتاجاز احط 3 معالق زيت. لما الزيت يسخن احط بصلة متوسطة مقطعها قطع صغيرة واديلها تشويح. انزل كمان معاها ب3 قرون فلفل مقطعهم قطع صغيرة، شوحهم مع بعض. ممكن كمان تضيفوا شرايح مشروم او طماطم. انزل بقى عليهم بالفراخ اللي احنا نقعناها وصفيناها من مية النقع. افرد بقى الفراخ كده في الحلة واسيبها خالص لحد ما لونها يتغير. مش عايزة اقلبها كتير في الاول عشان ما تنزلش مية كتير. كده الفراخ لونها اتغير معايا ونزلت مية. اضيف بقى ليها البهارات، معلقتين صغيرين ملح ومعلقة فلفل اسود، معلقتين بهارات فراخ، ورشة بصل بودر ورشة توم بودر. واقلبهم بقى كده مع بعض واسيبها تكمل تسويتها. مش عايزة اسويها تسوية كاملة لان هي لسه هتكمل تسويتها في الصينية في الفرن، يعني اكتفي بربع ساعة بس للفراخ على النار. تعالوا بقى نجهز صوص البشاميل او الوايت صوص. اجي في حلة احط 4 معالق كبار سمنة او زبدة او سمنة بلدي. انا هنا استخدمت سمنة بلدي عشان يديني نفس وطعم حلو جدا للصينية، لكن لو مش متوفر نستخدم المتوفر عندنا. وانزل فيها على طول قبل ما تسيح بالدقيق عشان السمنة مش تتحرق معايا. احط 10 معالق كبار دقيق واقلبه بسرعة عشان الدقيق يستوي معايا. انا دايما بعاير الدقيق للبشاميل بالمعلقة لاني حافظة معيار كل مقدار من المكرونة بالمعالق. يعني انا هنا هعمل نص كيلو مكرونة وده بياخد 10 معالق دقيق، بيطلع لنا كمية بشاميل مظبوطة ومناسبة لكمية المكرونة دي، لا زيادة قوي ولا ناقصة. انزل بقى على الدقيق بلتر لبن دافي. اضيف اللبن شوية شوية واقلب بسرعة عشان الدقيق يختلط باللبن ويبقى البشاميل كريمي. لو اللبن بارد مفيش اي مشكلة، نقدر نستخدمه عادي جدا وهيدفى لما يتحط على النار وهيتقل معايا. بس كده البشاميل اختلط معايا وتقل. اضيف ليه بقى البهارات، معلقة صغيرة ملح ومعلقة او نص معلقة فلفل اسود. لو مش بتحبوا الحاجة تبقى مبهرة قوي اكتفوا بس بنص معلقة فلفل اسود ومكعب مرقة. انا هنا مزودتش الملح قوي لان المرقة بيبقى فيها ملح وبهارات. بس كده انا اكتفيت بالتوابل دي على البشاميل، مش عايزاه يبقى مبهر قوي لان الفراخ انا حاطه عليها توابل وبهارات كتير. عايزه احس بطعم الاكل نفسه واستمتع بيه، مش عايزه طعم البهارات يطغى بزياده قوي على طعم الاكل. كده البشاميل بقى جاهز وكريمي، مش عايزاه يبقى خفيف قوي، عايزاه يبقى في السمك كده. مش هنضيف عليه بقى لا بيض ولا اي حاجه. لو عايزين تضيفوا جبن في البشاميل او كريمه طهي تقدروا تضيفوا، بس انا هضيف الجبن بخطوه بعد كده. اجيب بقى البشاميل كده اشيل نص الكميه على الجنب
النص الباقي احطه على المكرونة. معايا بقى كمان هنا نص كيلو مكرونة قلم مسلوقة، انا سلقتها عشان مش هطول معاكم مدة الفيديو. وفي نفس الحلة اضيف عليهم الفراخ واقلبهم كلهم مع بعض. اجي بقى في الصينية تكون مدهونة زيت، احط بقى الخليط ده كله مع بعضه كده وافرده واسويه كده في الصينية. اجيب بقى بقية الكمية الباقية من البشاميل واحطها على الوش. لازم نهتم جدا بكمية البشاميل اللي بتتحط جوه الصينية نفسها، تبقى كمية كافية لانه بيفرق جدا في الطعم النهائي للصينية. ادخل بقى الصينية دي فرن اكون مسخناه قبلها ب5 دقايق على درجة حرارة 220 او 240، مش عايزة ارفع درجة الحرارة قوي. اسيبها لمدة 25 دقيقة وبعد كده اطلعها لما يدوب احس انها بدأت تدخل في التسوية. اضيف بقى عليها ربع كيلو جبن مبشورة مشكلة. الجبنة اللي معايا دي رومي وموتزاريلا وشيدر، اضيفها على الوش وادخلها الفرن تاني عشان تكمل تسويتها. نقدر نضيف اي نوع جبن بنحبه وممكن كمان يبقى نوع واحد جبن. الخطوة دي بتضمن لنا ان الجبنة تطلع سايحة وبتمط ولونها ذهبي. لو دخلناها من الاول هتنشف معانا لحد ما توصل الصينية للتسوية بتاعتها، هتكون الجبنة نشفت معايا، هتفقد المطة بتاعتها واللون الذهبي ده. كمان الجبنة هتتحمر معانا. خدت معايا في الفرن حوالي 40 دقيقة، بس برضو لازم تتابعوها لان الحرارة بتختلف من فرن للتاني. مش عايزينها تنشف قوي ومش عايزينها نسيبها في الفرن كتير. مجرد ما احس ان الجناب لونها غير اطلعها على طول من الفرن. مش عايزينها تنشف معانا، عايزينها تبقى طرية وجوسي وسايحة كده في بعضها، كمان عشان ما تاخدش لون من تحت وتبقى الصينية كلها تسويتها مظبوطة. المكرونة نسلقها حوالي 7 دقايق مش اكتر من كده عشان ما تعجنش معايا. كمان المكرونة بتكمل تسويتها في الصينية لما تدخل الفرن عشان اضمن ان المكرونة تطلع تسويتها مظبوطة كده ومفلفلة ومش معجنة. شايفينها مظبوطة ازاي ولسه كل واحدة بوحدتها، مفيش اي مكرونة فيها اتهرت او اتعجنت. شايفين كمان الجبنة مطة ازاي ولونها ذهبي وسايحة. جربوها بالطريقة دي هتاخدوا احلى طعم مكرونة نجريسكو، حاجة كده دايبة على الاخر. المكرونة النجريسكو من الاكلات اللي بنحبها جدا في الصيف، وولادنا كمان والاطفال بيحبوها. كمان تقدروا تعملوها لوحدها كده مش محتاجة اي حاجة جنبها لان هي فيها الفراخ. وانتوا بتعملوها اذكروا الله عشان ربنا يحسن ما بين ايديكم. بألف هنا وشفا.